دلوقتي أنا في حلبة سباق مهجورة وسيئة، وهنا كان حادث لايتنينج ماكوين. يلا نشوف فيديو السباق. يا نهار أبيض، ماكوين اتعرض لصدمة جامدة وطاير برا حلبة السباق، فلازم ندور في الغابة اللي جنب مضمار السباق عشان نعرف إذا كان لايتنينج ماكوين هنا ويمكن يكون محتاج مساعدتنا. يلا بينا بسرعة. بص، في حاجة هناك. يا نهار أبيض، أيوة في حاجة حمراء موجودة هناك، بس إيه دي؟ يا نهار أبيض، ده سبويلر خلفي ومكتوب عليه راست إز. ده جزء من لايتنينج ماكوين. بص على الصورة دي، ده بالظبط نفس اللي هناك، بس بص هنا متني شكله متبهدل وفيه خدوش في كل حتة. يعني كده الصدمة كانت جامدة جدا. كل ده شكله حقيقي. لايتنينج ماكوين الحقيقي كان هنا، أو يمكن لسه موجود في الغابة دي في مكان ما. يلا نكمل ندور. دي مجرد قطعة واحدة من لايتنينج ماكوين، يمكن يكون في أكتر جوه الغابة دي. بص، أنا كنت فاكر إني هستخدم جهاز كشف المعادن، بس أنا شايف بعيني وده شكله علم زي علم السباق. أيوة يا إلهي، كبوت عربية راست إز. يا إلهي، ده مش معقول. ده كبوت عربية حقيقي من لايتنينج ماكوين. الصدمة كانت قوية لدرجة إنه فقد ظهره ومقدمه. أيوة، الكبوت ده اكتشاف تقيل جدا بصراحة، بس لسه مش عارف ده كان لايتنينج ماكوين الحقيقي ولا نسخة مزيفة. مش عارف، محتاجين نجيب قطع أكتر. لازم نفهم العربية كلها فين، وجالي فكرة عشان كده. ودلوقتي ممكن نستخدم درون طاير عشان نلاقي لايتنينج ماكوين العربية كلها، مش بس الجناح أو الكبوت، ويمكن نقدر نساعده. يلا نطير في السماء. يلا نلاقي لايتنينج ماكوين. دلوقتي الدرون بتاعي عالي كفايه. احنا شايفين حلبة سباق مهجورة، وده الغابة اللي احنا فيها. بص، المفروض احنا هنا في مكان ما. لازم نلاقي لايتنينج ماكوين باستخدام الدرون الطاير بتاعي. وانا شايف حاجة. هي دي عربية، دي اكيد واحدة من العربيات. يا ترى هي لايتنينج ماكوين ولا لا؟ يلا نقرب عشان نعرف. لا، دي مش لايتنينج ماكوين، دي ماتر من فيلم كارز. لازم نجري في الاتجاه ده عشان نلاقيه ونسأله فين لايتنينج ماكوين. تمام، يلا ننزل الدرون ونكمل مغامرتنا. لازم نلاقي ماتر وبعدين نلاقي لايتنينج ماكوين. يلا بينا. لازم نلاقي ماتر، هو شكله كده يعني اكيد هنلاقيه. بس ايه ده؟ في حاجة خضرة هنا، ودي مش جزء من لايتنينج ماكوين ولا جزء من ماتر اللي بندور عليه. يا نهار أبيض يا جماعة، دي باب عربية. ولو أنا مش غلطان العربية دي بتاعت شيكو فيكس، شكلها كده. ده شخصية تانية من فيلم كارز. ماكوين ما كانش الوحيد اللي اتصاب وقت الحادثة في حلبة العربيات. يا نهار أبيض، يلا نحطها فوق. استنى، ايه؟ يا نهار أبيض، ايجي عربية بيستم، أهم جايزة ممكن تاخدها، ودي ما بتاخدهاش غير لو كسبت البطولة كلها. فكل العربيات وكل الشخصيات من فيلم كارز زي تشيكو فيكس وزي لايتنينج ماكوين كلهم بيحلموا بالعربية دي. يا جماعة بس فعلا اكتبوا في التعليقات مين شخصيتكم المفضلة. بتحبوا لايتنينج ماكوين، ماتر، ولا يمكن تشيكو هيكس هو المفضل عندكم؟ اكتبوا في التعليقات، لان انا بحب لايتنينج ماكوين اكتر واحد، وبصراحة لازم ندور عليه. يلا بينا، يلا. دلوقتي لازم نركز في اننا نلاقي لايتنينج ماكوين، بس ماتر هو الاول لانه كان قريب من هنا. بس بص، ده شكله اكتشاف تاني. دي كبوت عربية. يا نهار ابيض، ايوه ده كبوت عربية تشيكو هيكس وعنده شنبة المشهور. يا نهار ابيض، يعني لايتنينج ماكوين كان بيشارك في السباق ده هو كمان مع تشيكو هيكس. يمكن كانوا بيتنافسوا مع بعض، ويمكن هم كمان كانوا سبب الحادثة. دلوقتي لازم ندور في كل حتة. لازم ندور على لايتنينج ماكوين، تشيكو هيكس، وكمان ماتر. اكيد هم قريبين من هنا. يلا بينا يا جماعة، يلا بسرعة. انا شايف حاجة على الشجرة. يا نهار ابيض، ده فانوس وقعت على الشجرة من فوق.
لايتنينج ماكوين عشان عليها رقم 85. هو عنده نفس إشارة المرور بالظبط. ده معناه إن قوة التصادم بعد حادثة ماكوين على حلبة السباق كانت قوية جدا، يعني إشارته طارت ووقعت على الشجرة دي، وده معناه إنه أكيد محتاج مساعدتنا. لازم ندور عليه جوه الغابة دي ونساعد لايتنينج مكون. هي ده جزء تاني. ايوه، الاشاره دي كانت هنا في مكان ما، وده الجزء الامامي من لايتنينج ماكوين عشان عنده الستيكر ده هنا. يا نهار ابيض، ده منور قوي، منور قوي. ايوه، ده لايتنينج الاصلي من لايتنينج ماكوين. طيب يلا نحطه على جنب. بس ده اكيد جزء من لايتنينج مكون، نفس الحاجه دي بالظبط. يبقى احنا ماشيين في الاتجاه الصح. يمكن لازم نروح هناك عشان نلاقي حاجات اكتر ليها علاقة بلايتنينج ماكوين. وفين الموضوع؟ هو كان هناك برضو. يلا بينا يلا بينا. اظن شايف حاجة في جزء ازرق كده هنا على الشجرة القديمة. استنى، ايه ده؟ عمري ما شفت عربية زي دي قبل كده، بس مكتوب عليها داينو كو، شركة جينو. ده مش جزء من عربية، ده جزء من هليكوبتر. الأخبار بتاع دايناكو المفروض يشتغل كده. أيوة، أنا هليكوبتر لاعب. آسف، يمكن حملتك فوق طاقتك شوية. بس يا جماعة، لو قدرنا نلاقي هنا جزء من هليكوبتر. الأخبار دايناكو اللي فعلا شكله كده هو كمان كان في الفيلم، أنا شفته فعلا. يعني ده معناه انه هو كمان اتخبط بعد الحادث. يمكن الحادث كان قوي لدرجة ان لايتنينج مكوين طار لفوق قوي، يعني هو لمس الهليكوبتر وعشان كده وقعت هنا بالظبط. الصدمة دي بعد حادث العربية اللي حصل الاتنين ماكوين كانت فعلا سيئة جدا. لازم نلاقي ماتر عشان نفهم اللي حصل. يعني كده لايتنينج ماكوين لسه محتاج مساعدتنا. بص، في اكتشاف تاني هناك. لا، انا عارف العجلة دي مكتوب عليها لايت يير وكمان لونها احمر. دي عجلة اصلية من ماركة لايتنينج ماكوين. الحلقات الذهبية هنا والديسك الاحمر هنا. وبص على صورة ماكوين، عنده نفس عجلات العربية بالضبط. فدلوقتي اقدر افترض ان ماكوين اتفكك بشكل فظيع، ودلوقتي كل القطع دي مرمية جوه الغابة اللي جنب مضمار السباق. يا جماعة، لازم أنقذ ماكوين، لازم أساعده، بس لازم ألاقيه الأول. ويا جماعة، لو لسه بتتفرجوا وعايزين تشوفوا محتوى زي ده أكتر، من فضلكم اشتركوا دلوقتي حالا، ده مهم جدا. لو عايزيني أساعد ماكوين وباقي الشخصيات، اشتركوا دلوقتي حالا من فضلكم، وما تنسوش تعملوا لايك. يا جماعة، أنا شايف ميتر، ده ميتر من فيلم السيارات. أيوة هو ده يا جماعة، بصوا، ده ميتر الحقيقي من فيلم السيارات. ده شيء مش معقول. ماتر الحقيقي من فيلم السيارات ده جنان. هو ده، بصوا، ده حقيقي مكتوب عليه ماتر. يا إلهي، أهلا يا ماتر. أنا من معجبينك، أنا من معجبين فيلم السيارات. أنا بحب ماكوين أكتر حاجة، بس كمان بحب ماتر. عنده الخطاف العملاق ده علشان يسحب العربيات، الخطاف الكبير الحقيقي علشان يسحب العربيات من فيلم السيارات. عيونه جميلة قوي، عنده السنان الأصلية دي. بس إيه ده يا جماعة؟ بصوا على بقعة الزيت السوداء الكبيرة دي. أكيد ده زيت، وكل الزيت ده جاي من ماتر. ده جنان. يا نهار أبيض يا جماعة، أظن إني عرفت سبب حادث العربية اللي حصل في حلبة السباق اللي شفناها قبل كده. ماتر كان على الحلبة، كان ماشي على الحلبة وكان سايب بقع زيت سودا كتير، وزي ما انتوا عارفين بقع الزيت بتكون زلقة جدا. عشان كده ماكوين وشيكو هيكس عملوا حادثة، لأنهم اتزحلقوا على بقعة الزيت. يا نهار أبيض. أيوة، ماتر مش في أحسن حالاته، دايما سايب بقع زيت وما عندوش كبوت للعربية. بس هو ده ماتر الأصلي. ليه مش بيتكلم؟ هو عايش ولا إيه؟
يا ماتر يا جماعة، أنا مش فاهم كده، احنا لقينا ماتر الحقيقي من فيلم كارز. بس هو مش بيتكلم، احنا فهمنا سبب حادث العربية على المضمار، على مضمار السباق، بس ليه هو مش بيتكلم؟ يمكن مش عايش؟ يمكن مش هو الأصلي، مش عارف. يلا ندخل ونتأكد. أيوة، الجزء الداخلي ده حالته سيئة جدا جدا. بس حاسس إنه ماتر من فيلم السيارات. بس ليه ما نجربش نشغله ونسوقه؟ ليه شايف إنها فكرة كويسة؟ يلا نجرب، يلا نجرب نشغل ونسوق ماتر حقيقي من فيلم العربيات. ده فعلا جامد يا إلهي. العربية دي حالتها وحشة جدا بس شغالة. ده حلو جدا ومجنون قوي. ده مجنون قوي. زي ما ممكن تكونوا عرفتوا، ماتر سواق محترف في القيادة. بالعكس، والمرة دي احنا كمان جربنا القيادة بالعكس. يعني في المجمل ده جنان. لقينا كتير من أجزاء العربيات ولقينا ماتر الحقيقي بكل التفاصيل الجميلة دي، وبجد بتحس إنه ماتر الأصلي من فيلم العربيات. بس في حاجة وحشة واحدة، إنه مش بيتكلم، فيمكن ده واحد مزيف نوعا ما، مع إن شكله كويس جدا. مش عارف، عايز أعرف رأيكم، فاكتبوا آراءكم في التعليقات يا جماعة. بس لازم أكمل تحقيقي. يلا نجمع كل الأجزاء اللي لقيناها النهاردة ونفكر إزاي كل ده مرتبط بلايتنينج ماكوين، علشان نفهم إذا كان لايتنينج ماكوين هو الأصلي ولا المزيف زي ماتر. يلا نرجع تاني. أنا جمعت كل الحاجات اللي لقيتها النهاردة وكلها شكلها قطع أصلية من لايتنينج مكون. السبويلر ده من ورا اللي مكتوب عليه راست ايزي. السبويلر الأحمر الأصلي ده فعلا شكله جزء من لايتنينج ماكوين. بس يلا نبص على الأجزاء دي. الجزء الأصلي ده فعلا بيركب على كشاف هنا، وكمان العجلة الأصلية أيوة بيركبوا مع بعض تمام، وطبعا متبهدل جامد كأنه متحرق. ايوه، بص على العلامات السوداء الكبيرة دي، يمكن العلامات دي بسبب الحريق. وكمان الجزء الاصلي ده بيركبوا مع الفانوس الاصلي تمام. يعني الثلاث اجزاء دول او يمكن حتى 4 اكيد جايين من لايتنينج ماكوين الحقيقي. وكان في حريقة هناك وكان في حادث او تصادم. ده غريب. لو ماتر اللي لقيناه قبل كده ما كانش الأصلي، ما كانش بيتحرك وما كانش بيرد، هل لايتنينج ماكوين كان الأصلي؟ لأننا لقينا تقريبا 3 أجزاء منه بس مش العربية كلها. يمكن لايتنينج ماكوين ده كان نفس المزيف زي ماتر اللي لقيناه قبل كده، أو يمكن لايتنينج ماكوين كان عايش وكان أصلي عشان لسه ما لقيناهوش. يمكن لازم نكمل استكشافنا في الغابة دي. لو عايز تشوف ده، لو عايز فيديوهات أكتر عن لايتنينج ماكوين أو عن مغامراتي التانية، اشترك دلوقتي براحتك. وطبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده. عندي حلم اوصل ل5 مليون مشترك، فلو سمحت اشترك دلوقتي ارجوك ارجوك ارجوك. اسمي سلاف، شكرا لمشاهدتك. هجيب لكم محتوى اكتر زي ده. اشوفكم قريب يا جماعة، بس دلوقتي لازم اجمع كل الحاجات دي، لازم الاقي لايتنينج ماكوين. تمام، يلا نشوف هنعمل ايه.